كلية هندسة في ألمانيا بتاخد كام سنة وممكن أشتغل وأنا في الجامعة ولا لأ؟ تعالى بقى أقول لك الصح ومن الآخر وإزاي تدرس هندسة في ألمانيا. أول حاجة، كلية الهندسة في ألمانيا نظامها مش زي مصر نهائي. في حاجة اسمها بشلوة وماستر، يعني بكالوريوس وماستر. البكالوريوس عموما بياخد من 3 سنين ل3 سنين ونص حسب الجامعة وحسب البرنامج الدراسي اللي انت بتدرسه في الجامعة. بعد كده لو حبيت بتكمل ماستر، الماستر ده بياخد 2 سنين، يعني لو هتكمل للآخر فانت بتتكلم في حوالي 5 سنين أو أكتر. مش كلها لازم تاخدهم مرة واحدة، ممكن يعني تاخد ال3 سنين ونص وبعد كده تاخد السنتين البكالوريوس بعدهم عادي. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، هل ينفع اشتغل وانا في الجامعة بدرس؟ طبعا ينفع تشتغل وانت في الجامعة وبتدرس. طيب في ايه الشروط علشان تشتغل وانت بتدرس؟ الطالب الاجنبي في المانيا مسموح له يشتغل 120 يوم في السنة بدوام كامل بشغل كامل، و240 يوم بدوام نص كامل. يعني ايه؟ بنص وقت بس شرط اساسي، الشغل مش لازم يأثر على دراستك نهائي. ولو بتدرس هندسة في شغلانات كتير جدا، في حاجة اسمها فيرك شتودنتن ديت بتشتغل في شركات هندسية، وكمان بتقوي السي في بتاعك جدا. يعني باختصار شديد تقدر تدرس هندسة في ألمانيا، بتبقى المدة يعني حط رينج من 3 سنين ل5 سنين. ممكن تشتغل بس أهم حاجة تظبط وقتك وتعرف الأولويات بتاعتك ايه. بالتوفيق إن شاء الله.